هديك 4 خطوات باذن الله تبقى من شخصيات السنه الجديده ده. ايه يعني لو جم في اخر 2023 قالوا مين شخصيه العام، يبقى انت من الشخصيات دي باذن الله. 4 خطوات لتغيير حياتك لازم تحطهم في خطتك للسنه الجديده. انت عايز السنه دي تبقى حياتك صالحه فيها، انت عايز السنه دي تبقى كلها استصلاح وكلها صلاح، كل اعمالك هتصلح لو صلاتك صلحت. الصلاه هي العمل الوحيد اللي لو صلح حياتك كلها هتتصلح وهتتغير. عشان كده اللي ما بيصلوش وان فسدت فسد العمل كله. مهما اشتغلتي، مهما خططتي، مهما اشتغلت على تطوير نفسك، مهما كبرت السي في بتاعك، مهما خدت شهادات عاليه، حياتك هتبقى فاسده. حياتك يعني ايه فاسده؟ لقيتيه تفاحه بس تفاحه فاسده، ما ينفعش انها تتاكل. انا معايا شهاده بس الشهاده فاسده، انا معايا فلوس بس فلوس فاسده. وان فسدت فسد العمل كله. يبقى الصلاه رقم 1. من اراد ان يبسط له في رزقه، عايز السنه الجديده دي تبقى سنه مليانه فلوس، مليانه رزق، وينسأ له في اثره. عايزاها تبقى سنه مباركه ليها تاثير كبير قوي في حياتك. وينسأ له في اثره، يبقى لك تاثير كبير في الحياه حتى بعد ما تموت وربنا يطول لك في عمرك. فليصل رحمه، يبقى قعدتك مع والدك ووالدتك ده تخطيط لمستقبلك. حبيب قلبي، ابوك ما هوش مكنه ATM ساعه ما تحتاج بتروح لها. حبيب قلبي، انت لما هتكبر هتعرف هو بيعاني من الوحده قد ايه، هو محتاج يقعد معاك قد ايه. عشان كده ربنا قال وصاحبهما في الدنيا، مش وبرهما، وصاحبهما. لازم تبقى صاحب امك، لازم تبقى صاحب ابوك، لازم تبقى صاحبه والديكي. يبقى صلتك لارحامك، يبقى برك لجيرانك، يبقى صلتك لاخواتك واخواتك. كل ده اخطر تخطيط في السنه الجديده. الخطوه الثالثه المهمة جدا، دراستك وشغلك بقى. لازم تشتغلي على نفسك السنة دي، لازم تطور حاجة، لازم تزود السي في بتاعك السنة دي بحاجة. لازم في دراستك اوعى تبقى الدراسة على قد الدراسة وخلاص، لازم تاخد دورة تفيدك في مستقبلك. اوعى انت مثلا شغال شغلانة معينة او انت شغالة مهنة معينة، لازم تاخد دورة احترافية تنقلك لقدام. يا جماعة في ابلكيشنز دلوقتي بتنزل بتلغي مهن. يا اخوانا في مهن دلوقتي بتتلغى. الذكاء الصناعي جاي، اما تقعدوا مع الناس اللي بتتكلم في الذكاء الصناعي في مهن السنتين اللي فاتوا بس كانوا بيقولوا دول اكتر 10 مهن مربحة سنة 2030. الذكاء الصناعي طالع يلغي المهن دي اصلا. لازم تطور نفسك، لازم تعرف ايه الجديد في الدنيا، لازم تبقى ابديتد على طول. الله سبحانه وتعالى يقول فليرتقوا في الاسباب. ارتقي دايما وخد بقى على اسباب توصلك دايما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي في مهنته، القوي في امكانياته، القوي في تطوير مهاراته خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يبقى اوعى تضيع الخير اللي جواكي وطور نفسك. يا جماعه لازم تشتغلوا على نفسكم، ولازم تطوروا نفسكم، ولازم تبقوا سابقين الدنيا مش الدنيا هي اللي سابقاكم. انك تكبر السي في بتاعك وتشتغل على نفسك وتاخد دوره السنه دي قويه جدا تنقلك في حته تانية في مجالك، وتبقى قيمه في اي مكان انت موجود فيه. حتى لو شغلك اتخلى عنك انت قيمه في الحياه، الكل بيطلبك لانك بروفيشنال بحق وحقيقي، وهو ده المسلم المؤمن اللي بحق وحقيقي. الخطوه الرابعه دين بقى، اللي هو حفظ القرآن او طلب العلم. حديث زلزل القلب يا جماعة. الرسول عليه السلام بيقول ان اللي بيجاوب في القبر اجابات صحيحة في اول ليلة في القبر فبيقولوا من ربك وربي الله، ما دينك ديني الاسلام، من نبيك نبي محمد عليه الصلاه والسلام. خلاص الف مبروك انت كسبت. نفاجئ ان في سؤال رابع. على فكره السؤال الرابع في القبر اللي ناس كتير ما هيش عارفاه، السؤال المرعب في القبر اللي ناس كتير ما هيش عارفه انها تتساله. ايه هو السؤال ده؟ السؤال ده بيتساله مين؟ اللي هيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد. فالملائكه تقول له في الحديث الصحيح ايه؟ وما يدريك. يعني ايه وما يدريك؟ جبت الكلام ده منين؟ عارفين طالب اجاوب في لجنه الشفوي اجابه صح، فالدكتور قال له طب الكلام ده بقى انت جايبه من كتاب الوزاره او من الكتاب اللي انا نزلته لكم، ولا انت كتاب اجابه مالفها من دماغك؟ انت جايب الكلام ده منين؟ يعني انت بتتسال عن مصدر معلوماتك الدينيه. هو انت قريت رياض الصالحين؟ رياض الصالحين ده في كل بيت يا جماعه. طب ما تخلي من خطتك السنه دي انك تقرا رياض الصالحين، تقري كل يوم صفحه، كل يوم صفحة. هتيجي اخر السنة هتلاقي نفسك بقيتي عندك معلومات جبارة في الدين. وما يدريك، جبت منين بقى ان ربك الله ونبيك محمد ودينك الاسلام؟ فيقول لهم القرآن قرأت كتاب الله. انا جايبه من الايه؟ انا جايب من، عارفين زي كتاب الوزارة كده، انا جايب من المصادر السليمة الصحيحة بتاعة القرآن والسنة. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني اللي جاي أحسن من اللي فات إن شاء الله. اللي جاي أحسن، مستقبلك أحسن، مستقبلك طول ما أنت ماشي مع ال4 خطوات دول هيفضل في رضا الله وأحسن. يا رب بإذن الله أيام مباركة علينا جميعا بإذن الله.